أكبر سبب من أسباب التعاسة والكآبة والحزن هو المقارنة. كل واحد بيقارن نفسه بغيره، كل واحد باصص للي عند غيره وعايزه، كل واحد بيشوف غيره عمل إيه وعايز يعمل زيه، عايز يوصل للي غيره وصل له. هل حلال أم حرام؟ هل صح أم خطأ؟ مش مهم، المهم أن يقلد غيره تقليدا أعمى. ما تقارنش نفسك بغيرك. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون الناس مختلفين، أنا غيرك وأنت غيري. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلا تقارن نفسك بغيرك. كل واحد عنده قدرات وعنده مهارات تختلف عن غيره، كل واحد مخلوق لحياة تناسبه هو ولا تناسب غيره من الناس. فالأولى بالإنسان أن يبحث عن سر تميزه عن غيره، وأن يبحث عن قدراته ومهاراته التي منحه الله إياها. لو أنت عايز تقارن، قارن نفسك بنفسك. شوف امبارح عملت إيه والنهاردة وصلت لإيه، وعايز توصل لإيه في المستقبل. ركز على نفسك ودع الخلق للخالق.